السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هنتعلم مع بعض أداة مهمة جدا في الإكسل هتوفر عليك وقت ومجهود في شغلك. ولو حابب تتعلم إكسل بشكل كامل ومن الصفر للاحتراف، عملت كورس كامل على منصة يوديمي وسايبة ليكم الرابط في أول تعليق. يلا بينا نبدأ الفيديو. هنتكلم النهاردة عن أداة قوية في الإكسل بتساعدنا إن احنا نقدر نتوقع القيم المستقبلية بناء على بيانات تاريخية زي المبيعات أو الاستهلاك أو الإنتاج وهكذا. وهنقسم الشرح لخطوات واضحة مع أمثلة عملية. يلا بينا نبدأ الفيديو. دلوقتي لو أنا عندي مجموعة من المبيعات لفرع ما على مدار السنة في كل شهر من السنة، وعاوز أتوقع شهر 9 هيبقى التارجت بتاعه اللي أنا هقوله عليه هيبقى إيه بناء على البيانات التاريخية اللي عندي من مبيعات الفرع ده. فمثلا أنا عندي في جانيوري باع ب15,000، فبراير 20,000. طيب أقدر عن طريق دالة فوركاست أعمل توقع لشهر 9 هيبقى كام. ببساطة شديدة دالة فوركاست بعمل يساوي، بكتب فوركاست بتظهر معايا، بختارها. أول حاجة أنا عايزة أعمل فوركاست لإيه، فمثلا لو ضغطنا على 9 بعد كده من الكيبورد بضغط على كوما، بعد كده بختار القيم التاريخية اللي موجودة عندي اللي أنا مسجلها، وبعد كده بعمل كوما وبختار القيم دي بتقابلها فترة زمنية لأنهي، يعني ال15,000 كانت بتاعة أول شهر وال20,000 بتاعة تاني شهر وهكذا. عشان الإكسل يفهم إن القيمة دي بتاعة أول شهر أو تاني شهر لازم أحدد له القيم بتاعتنا بتاعة المدد. ببساطة شديدة بتكون دي الدالة، بقفل القوس واضغط انتر من الكيبورد، هنلاقي هو توقع إن هتبقى 58,250 في أي وقت. خلاص أنا المعادلة موجودة عندي، حبيت إن أنا أشوف، لأ أنا مش عايز شهر 9، أنا عاوز أشوف شهر 12 مثلا. خلاص هو أوتوماتيك مع نفسه هيحسب شهر 9، هيحسب شهر 10، هيحسب شهر 11، وبناء عليهم برضو بيتوقع شهر 12 من خلال القيم اللي أنا كنت مديها له. تمام. طيب لو أنا عندي مجموعة من الشهور أنا عاوز أتوقعها، بنعمل إيه؟ بنفس الطريقة هاجي عن شهر 9 هعمل يساوي وهكتب forecast وأختار الشهر بتاعنا رقم 9 كوما، هختار القيم التاريخية اللي موجودة عندي بنفس الطريقة واضغط كوما، وبعد كده هختار الشهور من 1 لحد 8 لأن هي دي القيم التاريخية اللي موجودة الأكشوال بتاعتي. هقفل القوس واضغط انتر. أقدر أعمل دراج بس في حالة إن أنا أثبت الخلايا بتاعة القيم التاريخية علشان ما تبوظش معايا الحاجة. أنا بعمل تثبيت للخلايا بتاعة الأكشوال وكذلك الشهور عن طريق إن أنا باجي هنا بحدد اللي أنا عاوز أثبته، ومن الكيبورد فانكشن F4 ونفس الكلام من A2 لحد A9 برضو فانكشن F4، وأبدأ أعمل بعد كده دراج. وطبعا fill without formatting عشان أحافظ على الفورمات بتاعنا. لو جينا بصينا دلوقتي هنلاقيه احتفظ بالمعادلة الأساسية بتاعتي اللي هو بيشوف هنا الشهر إيه والهيستوريكال داتا اللي عنده اللي هو هيفضل يعمل بناء على أساسها هي الداتا اللي أنا مثبتها دي. كده خدنا مع بعض إزاي أقدر أتوقع شهر أو إن أنا أدخل بإيدي أي شهر أنا عاوزه سواء 9 10 11 وهكذا، أو إن أنا لو عندي شيت اوريدي جاهز هبدأ إزاي أثبت الخلايا وأعمل معادلة فوركاست. بعد كده لو أنا عاوز أحسب الأرباح المتوقعة لعام 2026 في كل شهر وكمان أجيب الإجمالي كام، لكن نلاحظ إن أنا عندي في 2025 الهيستوريكال داتا بتاعتها وقفت عند شهر سبتمبر، فأنا محتاج الأول أعمل فوركاستنج أو توقع لشهر 10 و11 و12، وبعد كده أبدأ أجيب كل شهر في سنة 2026. دلوقتي
أنا عاوز أجيب شهر 10 في سنة 2025 بمعلومية سنة 2022 وسنة 2023 وسنة 2024. في الحالة دي هعمل إيه؟ هعمل هيساوي واختار المعادلة بتاعتنا بتاعت forecast، وبعد كده هشوف السنة اللي أنا عاوز أجيبها اللي هي 2025 في شهر 10 طبعا، كوما الداتا اللي موجودة عندي هحددها، كوما هختار بعد كده السنين عندي من 22 لحد 24 واقفل القوس واضغط انتر. هنلاقيه توقع شهر 10 في سنة 2025. طبعا دلوقتي أنا لو عاوز أعمل دراج هتبوظ مني المعادلة. ليه؟ لأن هو خلينا نبص كده في شهر 11 هنلاقيه نزل من 2025 للرو اللي بعديها. طبعا الأفق اللي هنا ما فيهوش أي مشكلة، ولكن المشكلة عندي في السنة اللي أنا عاوزة أتوقع لها والسنين اللي هي فيها historical data. فهعمل كنترول زد، والمعادلة بتاعتنا اللي احنا عملناها في شهر 10 هضغط عليها. هبدأ أعمل لسنة 2025 دي تثبيت عن طريق إن أنا بحدد ال H4 أهي وبعمل من الكيبورد F4 عليها، وبعد كده هروح من سنة 2022 لسنة 2024 برضو اللي هو من E4 لحد G4 هنعمل لهم برضو تثبيت، وهضغط انتر. كده خلاص أنا ثبتت المعادلات بتاعتي، وأقدر بعد كده أعمل دراج. لو جينا بصينا هنلاقيه ثبت الخلايا. لو جينا بعد كده لو بصينا في المعادلات هنلاقيه فعلا عمل تثبيت لسنة 2025 ومن أول سنة 22 لحد 24، وبالتالي هو دلوقتي توقع معايا أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بتوع سنة 2025. دلوقتي أنا عاوز أتوقع سنة 2026 بنفس الطريقة بناء على القيم التاريخية اللي أنا كانت متسجلة عندي من سنة 22 لحد 2025. بنفس الطريقة بعمل يساوي، بختار forecast، وبعد كده أنا عاوز سنة 2026 كوما. خلاص بقى إحنا عرفنا إيه هو الهيستوريكال داتا اللي عندي من أول هنا كده من 22 لحد 2025 كوما السنين عندنا من 22 لحد 25. قبل ما هنقفل القوس هنعمل تثبيت للخلايا اللي أنا محتاج إن أنا أثبتها. طبعا أنا عندي هنا من ال E4 لحد H4 دي محتاجة أثبتها زي ما اتفقنا من الكيبورد بعمل F4 عليها. نفس الكلام أنا عاوز أثبت 2026 عشان لما أعمل دراج تفضل الحاجات دي ثابتة عندي، محتاجش إن أنا أدخل في كل خلية نفس المعادلة وأكتبها تاني من أول وجديد. هتسهل معانا جدا في الشغل. برضو هعمل على 2026 وبكده أقفل القوس وأقدر أعمل دراج. كده يكون توقع معايا إن 2026 المبيعات هتبقى 33 مليون. طبعا كنت أقدر لو أنا عملت دلوقتي للمعادلة هنا في 2026 الإجمالي بتاعها ديليت، كنت أقدر أعمل هنا يساوي وأكتب عادي خالص المعادلة forecast، وأختار أنا عاوز سنة 2026 كوما. أنا عندي البيانات بتاعت السنين قبل كده أهي هحددها كوما، وعندي السنين من أول 22 ل 25 وأقفل القوس واضغط انتر هنلاقيه طلع لي نفس القيمة. بكده نكون خلصنا شرح دالة فوركاست. أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي.